الأمير مولاي هشام يستحضر ذكريات خاصة مع الملك محمد السادس تزامنا مع انطلاق كان المغرب. في التفاتة مطبوعة بالنوستالجيا، وبمناسبة العرس الكروي الإفريقي الذي تحتضنه المملكة، شارك الأمير مولاي هشام عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة نادرة من أرشيفه الخاص تعود إلى مرحلة الطفولة، تجمعه بابن عمه الملك محمد السادس وأحد أصدقاء العاهل المغربي. وأوضح الأمير في تدوينته أن الصورة قد التقطت في أوائل السبعينيات بمدينة إفران فوق بساط ملعب لكرة القدم. ويظهر في الصورة من جهة اليمين الملك محمد السادس، يتوسطه الأمير مولاي هشام، وإلى جانبهما فاضل بن عيش، الذي وصفه الأمير بأنه كان زميلاً للملك في المدرسة المولوية وأحد أصدقائه المقربين. تأتي هذه المبادرة من الأمير تزامناً مع انطلاق منافسات كأس إفريقيا التي يستضيفها المغرب، حيث عبر عن سعادته بمشاركة المغاربة هذه الأجواء الرياضية المتميزة، قائلاً: لننخرط جميعاً في أجواء هذه التظاهرة الرياضية. ولم تفت الأمير فرصة الترحيب بضيوف المملكة، حيث اختتم تدوينته بعبارات ترحيبية موجهة إلى كافة المنتخبات والمشجعين القادمين من مختلف أرجاء القارة السمراء وبقية دول العالم، مشيداً بروح الضيافة المغربية الأصيلة التي ترافق هذا الحدث القاري الكبير.